أنا بالمناسبة كنت مسافر، هذه قصة حصلت معي أمس. والله يا جماعة الخير ويشهد الله، والله شهيد بيني وبينكم، الله شهيد بيني وبينكم ويعلم سري ونجواي ويعلم هل هذا الكلام صحيح أو مو صحيح. أبى أجيب لكم وراح أنقص شوي منه، ما راح أزود فيه، يعني ما راح أزود على الكلام اللي حصل معي، أبى أنقص منه حتى أكون أمين على ما وقعت فيه. أنا كنت مسافر سفرية ضرورية، انتقلت أمس يومين غبت عنكم، كانت سفرية ضرورية جدا. فكنت في المطار واستاذنت من هذا الشخص، قلت تسمح لي أن أتكلم في موضوع؟ قال عادي. هذا الشخص من أخواننا من دول الخليج، من أحد دول الخليج، من المحببين على قلوبنا، من عائلة مرموقة ومعروفة. فسبحان الله عرفني وجاء سلم علي. أول ما قال لي قال تختلف كليا عن ما أنت في البث. قلت والله كلهم يقولون كذا. قال لي أنا فلان ابن فلان آل فلان من كذا، عايش في كندا، دولة أوروبية، يعيش في كندا الآن، مقيم هناك. مريت ببعض الظروف الصحية والحمد لله شفيت بعد الله سبحانه وتعالى، بتتبع خطوات معك بالرقية الشرعية. وأبشرك أنه حصل خلال ال10 أيام اللي أنت قرأت فيها الفترة هذه، حتى لدرجة أنه قال لي أنا أدين الله. هو يقول أنا أدين الله في هذا الكلام. والدته من عندنا من المملكة، وأنا جاي زيارة هنا وبتنقل في المملكة شوي، بعدين برجع لمنطقتي، بعدين بغادر. وما عنده مشكلة هو، أنه حتى لو أذكر الاسم يقول ما عندي مشكلة. يقول أنا حاولت أطلع معك في القسط وأقول أنا فلان الفلاني، ترى عندي كذا كذا، لكني ما استطعت أدخل، عندك زحمة وعندك عالم وعندك كذا. وينقل لكم السلام والتحية ويدعو لكم، رجل خير وفي خير. حتى قال لي كلام والله عجيب، قال والله إن نسأل عن كل ما يدور في هذه البثوث، إن كنا مشرفين، وإن كنا داعمين، وإن كنا ستريمرات، وإن كنا حاضرين، وأي أحد أي شيء نحن فيه، حتى اللايك اللي تسوونه هو صادق، اللي يسويه لأي أحد ما يستحق أن نعطيه لايك. يعني والله ما أدري ايش معناته اللايك اللي على القلب هذا، يعني نساعده. فإحنا ساعدنا على انتشار الشر. ونسأل يوم القيامة يوم لا ينفع لا مال ولا بنون، يعني أبدا بنرحل من الدنيا زي ما جينا بخرقة بيضة ونطلع بخرقة بيضة، ما في غيرها أصلا بالأعمال اللي نمشي فيها. المهم أطمنكم وأبشركم إنه حنا على خير. يقول لي لكم بما معنى جهازك هذا وبرنامجك هذا بصفة عامة، ترى أنا إذا قال لي أنت ما أحب، لأنه أنتم الشركاء الحقيقيين، أنتم الداعمين الحقيقيين، هذا لا يغفل عنها أحد أبدا. لو نزلت صفر طلعت قفلت بثي، وجودكم هو الدعم الحقيقي. قال بثك هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، وأشهد الله، هذا كلامه هو، قال أشهد الله أنه في كندا تنقلت، وفي ألمانيا، وفي أكثر من دولة أوروبية ذكرها لي، أنهم حولوا جميع الكلام اللي أنت تقوله والرقية اللي تقولها ليليا، أنهم حولوها إلى لغاتهم ويتابعون معك يوميا، وشفيوا، ومنهم من اعتنق الإسلام بسبب هذا البث، لأنه أنت يعني تبشر وتبتسم. فيسألون من هو هذا؟ يقول هذا كذا كذا من السعودية ومسلم وكذا. يقول احنا كنا نتوقع كذا، يقول كنا نتوقع ان المسلمين انهم غليظين وانهم يعني ينفرون وكذا. لما دخلنا وحولنا بعض الكلمات وجدنا انه هذا الرجل ما عنده تطرف، يتكلم بسلاسه وببساطه بكل شيء. طيب من ضمن طيات الحديث طبعا، يعني انا وياه كانت الرحله هو يحتاج 2 ساعة وانا احتاج 2 ساعة عشان ندخل على الطياره، كانت قبل صلاه الفجر، حتى صليت الفجر في الممر حق الطياره، اذن وحنا يدخلونا في الطياره، اضطريت وصليت والله داخل الممر، اخذت لي زاويه كذا وصليت في الممر، صلى معي واحد من الشباب ودخلنا الطياره، وهو غادر الى منطقه اخرى في المملكه. يقول لي كان فيه بنت بوذيه، هنديه بوذيه، اصيبت بالجنون الكلي في اولى جامعه، اصيبت بالجنون كلي حتى فقدت عقلها، اصبحت تهرب من البيت بدون عقل. فسبحان الله العظيم، احد من جيرانهم، من جيران البوذيين هذولا، اعتنق الاسلام حديث من دولة أوروبية، ولكن أعتقد أنه من أصول عربية. قال لهم ليش ما تتبعون هذا البرنامج، وأعطاهم إياه هو جاهز محول إلى لغة إنجليزية. فقالت كيف نتتبع، إحنا أساسا مو مسلمين. قال تتبعوه ولعلكم تعتنقون. تقول الأم على طول مباشرة قالت، بحثت في طياته وقالت خلاص أنا ما عندي مشكلة أنه أنا أعلن شهادة أن لا إله إلا الله. أعلنت الأم، أعلن الأب، جابوا البنت طبعا في فترة وجيزة، جابوا شخص أعتقد أنه إمام مسجد أو شخص يعني عنده معلومات عن إيصال معلومة الإسلام بطريقة جميلة لهم. اعتنقوا الإسلام في 10 أيام تقريبا، ولكن عندهم نواقص كثير، مثلا زي الزكاة، زي الصدقات، زي كذا، الاستغفار، التسبيح، قيام الليل، كل هذه عندهم نواقص فيها، ولكن دخلوا في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله. تم الترجمة لهم.
يقول البنت هذه طبقوا عليها الرقية. أنا الآن مسؤول بكلامي هذا، شوفوا، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا ما راح أقول والله ولا راح أحلف أبدا، أنا ماني أمام محكمة، أبى أقول هذا الكلام والله سبحانه وتعالى شهيد بيني وبينكم. يقول البنت هذه شفيت تماما برقيتك أثناء البث المباشر، طبقوا معها الرقية الشرعية بترجمة ترجمت لهم، وشفيت البنت هذه تماما واستردت عقلها كاملا واعتنقوا الإسلام وقالوا إنه إحنا يا ليتنا من زمان كان دخلنا الإسلام. وشفيت البنت هذه ورجعت لعقلها وصوابها. أكثر، قلت لها وش أكثر؟ قال سألوهم قالوا وش أكثر شيء أنتم استفدتوا منه؟ قالت أكثر شيء استفدنا منه في رقية البنت كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. تقول لما بدأنا نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، البنت تتأثر تأثير عجيب غريب، وبعد شوي بدأت تركض وكأنها تصحصح من عقلها حتى استقرت وشفيت تماما بإذن المولى سبحانه وتعالى. فلا تفكرون أن الموضوع هذا بسيط، وأن البث هذا مجرد فقط نفتح جهاز ونتكلم ونجي إحنا وياكم ومشرفين وداعمين ونقفل ونروح كل أحد ينام. لا لا لا، الموضوع أكبر من كذا. حتى قال لي كلمة والله يا جماعة الخير لو قلتها لكم بتقولون أنت قاعد تبالغ. قال لي لك قاعدة جماهيرية يعني بشكل أنت ما تتخيله، في أوروبا، في ألمانيا، في كندا، في سويسرا، في مناطق تنقلت فيها. يقول في قاعدة جماهيرية غريبة جدا، ويطالبون، وإحنا متفقين عليها أنا والمشرف الآن إن شاء الله، واللي بيساعدنا من المشرف راح يتبنى هذا الموضوع إن شاء الله. إنه راح نترجم رقية فك التعطيل إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم. بنحاول نترجمها وننزلها، نحاول بجهد المستطاع إنه في البثوث القادمة إذا الله وفقنا وياكم إن يكون معنا يعني شخص يظهر معنا في البث أثناء الكلام يترجم للناس لعلهم يستفيدون. لأن يقول هذا الكلام اللي يقول قالوا لي إن إحنا نتمنى أن يكون في ترجمة من داخل المملكة ومن برا المملكة، أن يكون في ترجمة إلى لغة الإشارة، لغة الإشارة. نعم. أما ترجمة اللغة الإنجليزية فيقول الآن حاصل عندهم برامج والله ما أعرف كيف طريقتها، يشغلون في برنامج مباشر يحول كل الكلام اللي قاعدين نقوله إلى لغة إنجليزية. فيقول أبشرك إنه مو بس على مستوى المملكة أو دول الخليج أو الدول العربية، أنتوا بهذا البرنامج أسأل الله يبيض وجوهكم، الله يبيض وجوهكم. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يبيض وجوهكم وأن يرفع قدركم وأن يعلي منزلتكم. لا تفكرون الآن أنتم دخلتوا على البث وتسوون تشهير لغيركم ويجون الناس يدخلون البث ويستفيدون يوصلون إلى 20-30 ألف. هذا شهود لنا احنا وياكم إن شاء الله، مو بشهود علينا. احنا ما دخلنا هنا نلعب ونمزح ونسيء الأدب اجتماعيا وخلقيا وشرعيا وحتى ألفاظ سيئة جسدية تثير الأجساد أبدا. برنامجنا يخالط بعض المزح، بعض النكت كذا والتعليقات على بعض الشباب اللي يطلعون معنا في البث سواء من الرجال والنساء. أنا أشوفكم كلكم أسرة واحدة، اللي أصغر واللي أكبر واللي بسني كلكم بالنسبة لي أسرة واحدة، لا فرق أبدا. عشان كذا نحاول ندخل الدعابة عليكم وننهي الموضوع. لكن ما عندنا الحمد لله أشياء سيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. فما بالكم الآن كلمة التوحيد دخلت في بيوت في أوروبا في أماكن ما كانت تدخلها أصلا. برنامج مشوق، برنامج سريع خفيف على الناس، ما في تكلف، ما في كثرة إلقاء محاضرات بدائية في بداية البث أبدا. كل مرة غطاها ونقفل احنا وياهم، استفادوا وراح يفيدون وراح نستمر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى على برنامج الجاكو فقط. ما راح يكون عندي برامج أخرى إلا عن طريق السناب شات أنزل مقاطع، وعن طريق التيك توك أنزل مقاطع والشباب ينزلون، لكن كبث مباشر فقط عن طريق الجاكو. وأسأل الله العظيم أن يكون في عوني أنا وإياكم. الآن يا دوب أتكلم معكم لأنه مريت بضغط خلال اليومين هذه، ما بين ردود على الناس، ما بين رقية في المستشفى اليوم من الساعة 5 العصر حتى الساعة 8-8:30. والله صار عندي حتى زي تقرحات قوية جدا، جروح يعني من الأسنان جرحت اللسان، أسناني جرحت لساني من الرقية الشرعية ومن الردود على الناس. فالوضع صعب وكلها لوجه الله، ما في بدون مقابل ولا ناخذ من أحد شيء. أسأل الله أن يبارك فيكم، أسأل الله أن يبارك فيكم ويعلي شأنكم ويعيننا وإياكم الكل خير والكل صواب. قولوا آمين واستعينوا بالله سبحانه وتعالى. معلش يا لمياء، عبد الله عطنا إذا كان توب موجود أو عطنا عبد الله من الرجال بالله. يلا يا لمياء تفضلي. الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك. يكتب أجرك يا رب. يا شيخ، أول شيء أنا زوجي مسحور وأموره معطلة، يعني تعرض لكذا جلطة وهو صغير بالعمر،
يعني كل المستشفيات ما في أي شيء يعني يشير إن عنده جلطة يعني طبية، يعني ما في أسباب لها. مم. وعندي ولد تعبان، فكثير منامات تدل على مفسرين يقولون إنه يعني سحر. كم عمر انت تتكلمين عن الزوج الحين؟ زوجك أيوة كم عمره؟ 34. يصلي او فاقد؟ لا يصلي. يصلي واموره تمام. طيب والولد وش فيه قلتي؟ ولدي كمان تعبان، دايما يشتكي بطنه، أشياء يعني تحاليل وكل شيء سليم. من بس اللي حدد من اللي حدد لكم يا لمياء انه الزوج مسحور فعلا؟ المنامات يا شيخ. واعطيني منام، اعطيني منام من اللي فسرتيهم ولا ما فسرتيهم؟ في منام فسرته، اعطيني اللي قالوا، فسرتيه، اعطيني اللي فسرتيه وقالوا انه سحر، اعطيني اياه. بس أنا ودي أفسر عندك شيء ثاني عادي. طيب يلا، اي عادي، يلا قولي، يلا ما يخالف. إنه زوجي حلم إنه مفتاح طاح بتكرم بالبلاعة، مم. ونادى هندي عشان يطلعه، مم. فالهندي ما طلعه. بعدين رجع البيت، عند هذا الكلام يعني منام في بيت أهله. رجع البيت أهله لقى أخوه الغير شقيق يضرب أبوه اللي أكبر منه. فلما جاء يدافع عن أبوه حاول حذف عليه 3 حجرات. الأولى بعد عنها، والثانية ضربت في كتفه، والثالثة لما حذفها صح زوجي. متى شاف؟ تقريبا هذا قبل 20 فقد مبلغ مالي هو، او فقد شيء من رزقه؟ أيوة الآن رزقه متعطل تماما. هذا فقد رزق، هذا فقد رزق. وبالنسبه لانه الولد يضرب ابوه، ربما ان الاب والد زوجك انت، كيف وضعه؟ كيف وضعه؟ من أي ناحية؟ من انه كثير نواحي يهمني فيها العبادات والصلاه. لا ما شاء الله تبارك الله. اي، والولد هذا اللي شافه انه يضربه، كيف وضعه هو مع ابوه؟ هو يصلي ولا ما يصلي الولد، ولا ما يعرف عنه شيء؟ ما أعرف عنه شيء. ما يعرف عنه شيء، يدل ان في نصح بينهم، وربما ان الولد يحاول يوصل معلومه للوالد والوالد ما يستجيب له، ربما والله اعلم. بالنسبه انه يحدث عليه، هذا يدل على ربما والله اعلم انه في خلاف بينهم، او انه هذا ينصحه باكثر من نصيحه، ولكن زوجك انت ما يستجيب لنصيحه اخوه، يرمي عليه ثم يرمي عليه ثم ثالثه يستيقظ. هذا دليل عنه يرمي عليه كانه ينصحه بامر ثم ينصحه بامر، ولكن لا كيف لا؟ يعني إنه ما في علاقة. اكبر منه هو؟ أكبر منه بس ما في علاقة يعني. فيه بينهم حوار يدور، وهذا الاخ الاكبر ربما يحاول اما اصلاحا او نهيا او امرا بشيء، والزوج ما يستجيب لانه في خلافات زي ما قلت، واضح ان في خلاف. اي، ما هو شرط يكون مسحور، هذا المنام ما يدل عن في سحر اطلاقا. خليه يتابع الرقى اللي احنا قاعدين نقولها. انت معنا من زمان ولا تو اول مره تجين؟ أنا أول مرة. يعني ما شفتي معنا ولا رقيه، ما تابعتي ولا رقيه؟ لا ما أنا حاولت، أرسلت لي صاحبتي رقية لك تعطيل بس ما قدرت أطبقها. لازم تطبقون، طبق اقل شيء اللي احنا قاعدين نقول، الفاتحه والزلزله والمعوذتين والكافرون والإخلاص. طبقيهم على زيت الزيتون، خلي زوجك يدهن، وانت كذلك يدهن منطقه السره والجبين، وينام ليليا حتى يشفى، لانه ما المنام هذا ما يدل عن في شيء اطلاقا. طيب فسر عندك منامي؟ لا، هو منام واحد انت قلتي. أنت قلت لي يا شيخ قولي عادي. يلا ما دام قلت يلا قولي، يا رب نزلت. عبد الله بما شئت لانك ما راح تنساها وتجيب هذه مره ثانيه.